اول زاويه لفائده فريق المغرب الفاسي في تنفيذ اللاعب المساسي. وهدف الهدف الاول في الدقائق السادسه. اللاعب العياطي يسجل اولى اهداف المباراه، وقت مبكر يسجل الهدف الاول. اللاعب يوسف العياطي يسجل اولى اهداف المباراه لفائده فريق المغرب الفاسي، وهدف جميل جدا، ضربة زاوية وأولى أهداف المباراة. هدف مبكر أكيد سيعطي دينامية أخرى للمباراة. أكيد أن فريق الجيش الملكي سيحاول البحث عن التعويض بسرعة للعودة. نتابع الإعادة. هنا كان خطأ اللاعب جنيد في إبعاد الكرة كما سنتابع في الإعادة وفي المكان المناسب. القناص العياطي سينفذ. أقرب إلى ذلك اللاعب المساسي، عبد الرحمن المساسي يسدد. الهدف الثاني لفائدة فريق المغرب الفاسي. اللاعب عبد الرحمن المساسي الدقيقة 66 يسجل الهدف الثاني بطريقة جميلة جدا. الهدف الثاني لفائدة فريق المغرب الفاسي، هدف بطبيعة الحال يقع يعني في وقت كان فريق الجيش الملكي المبادر الباحث عن تسجيل هدف التعادل، لكن يبعثر حسابات عبد الرزاق خيري ولاعبيه في البحث عن التعادل. ضربة خطأ جميلة في الزاوية 90 فوق رؤوس لاعبي حائط الصد. طريقة جميلة جدا. الهدف الثاني لفائدة اللاعب عبد الرحمن المساسي الذي يتلقى البطاقة الصفراء.